السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم جيت وجبت الأرز هذا البنين اللي ما يجيش معجن، سهل في التحضير تاعه، يجي بزاف خفيف. مهم نبداو على بركة الله، بسم الله. بالمقادير، اول حاجة نحتاجو الرز، نكونو ديجا درناه في الماء، نقعناه نص ساعة ومن بعد نصفيوه ونخليوه يقطر ونبديو. عنا زرودية كنا ديجا قطعناها شوية مربعات صغار، عنا بصلة مقطعة طريفات صغار، عنا ليسكالوب دجاج، صدر دجاج مقطع الكمية اللي تبغيو. هنا عندي الفلفل مقطع أحمر اختياري، عندي جلبان، وهنايا معدنوس وطوماطيش كونسونطري، طماطم مصبرة، زنجبير، سكينجبير، فلفل أحمر، فلفل أسود، وكركم وملح. والزيت. نديرو هذاك الرز تاعنا، من بعد نزيدو الجزر، الزرودية تاعنا، نزيدو البصلة المقطعة، نزيدو كمية تاع الدجاج اللي عنا، تاع صدر الدجاج اللي كنا ديجا قطعناها، ثاني نضيفوها معاهم. نضيفو الجلبان، الفلفل الأحمر اختياري، قلتلكم تقدروا تستغنوا على الفلفل والجلبان، تقدروا ديروهم. عنا هنايا المعدنوس مقطع، ونزيدو التوابل. هنا زدت طماطم مصبرة، سكينجبير، فلفل أحمر، فلفل أسود، كركم وملح. خلطوا هاد المقادير مليح حتى يتجانسوا المكونات. هنا زدت 3 معالق تاع زيت كبار، حوالي 3 معالق. خلطهم مليح ونجيب كسكاس تاعنا بعد ما كنت درت الماء يسخن، وندير هاد الرز تاعي نديره في هذاك الكسكاس ونديره يفور لمدة ساعة حتى يطيب مليح. وهذا ما كان. وهنا من بعد ما طاب الرز، هنايا قدمت واحد بليسكالوب درت له لاكخيم فريش، وواحد حطيته في الطبسي نورمال. هنايا بغيت نوريكم ثاني كيفاش يجي، اللي تجي الحبة الخصخاص ما يجيش معجن. جربوه البنات، يجي بزاف بنين وخفيف وسهل التحضير، ما يشدلكش كامل الوقت. في الاخر مبقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في وصفات اخرى جديدة ان شاء الله. سلام.